التعليل أو كذلك أيضا الحجج التي يريدها بعض الناس يسمونها حجج، وربما تكون أيضا من الأهواء والواهية التي يتذرعون بها لتنحية الشريعة عن الحياة. الإنسان لا يمكن أن يفعل فعلا خاطئا إلا ولديه مسوغ ظاهر ولو لم يقتنع به في ذاته، فضلا عن قناعة غيره، لأنه لا يمكن أن يفعل الخطأ ويقول إنه خطأ ويقر بأنه خطأ ثم يستمر على هذا الأمر من وجود شبهة قائمة في ذاته ولو بالكذب. وهذا أمر سائد وغالب في أحوال الناس، ربما مضطرد. نجد هذا ما يحتاجون بذلك أن يقول لا يناسب ما يتعلق بأمر العصر أو غير ذلك. الذي خلق الخليقة منذ أن نزل الوحي وجعل القرآن محفوظا إلى قيام الساعة، مقتضى الحفظ هو العمل به. ولهذا الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحفظ الذكر لأجل ماذا؟ لأجل أن تشطره إلى أقسام فتأخذ ما تريد وتدع ما تريد. ما مقتضى حفظ لتعمل به ليحفظك الله عز وجل به. الله عز وجل جعل جملة من الدلائل في هذا، منها أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما يكون وهو الذي أمرك وجعل هذا الكتاب صالحا إلى قيام الساعة، تقوم بالعمل به حتى يثبت ذلك الأمر. كذلك أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق بصلاحية الزمن وعدمه. من أواخر أشراط الساعة نزول المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم إذا نزل في أواخر الزمان يحكم بشريعة الله عز وجل بما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وبما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على أن العيب والعذر في ذلك ليس في الأزمنة وإنما هو في الحكام الذين يعطلون شريعة الله سبحانه وتعالى تضرعا بهذا. فالله عز وجل جعل في آخرهم من يحكم في ذلك، هو غاية العدل في ذلك هو ما يقوم به عيسى بن مريم في آخر الزمان. إذن فالعيب في ذلك ليس في ما يتعلق بتغير الزمان وإنما هو العيب في الناس وتضرعهم في هذا. لا نقول إن الشريعة حتى في ابتداء نزولها أنها من جهة تطبيقها سهلة، لا، ليست بالسهولة. حتى في مجتمع المدينة الله عز وجل يقول حتى في إنزال القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس بهذا الهين وإنما هو ثقيل من جهة تحمله ومن جهة الأمانة والأداء الذي يؤديه إلى غيره، من جهة امتثال الناس. الخطاب في ذلك عظيم، ولهذا جاءت الآيات والنصوص في ذلك شديدة. لماذا؟ لأن ضبط حياة الإنسان في ذاته، ضبط العبودية التي بين الإنسان وبين ربه، هذه أسهل من ضبط مقام العبودية بين الإنسان وبين غيره. لماذا؟ لأن هذا الأمر هي من علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. طمع الإنسان وهواه في ذلك أضعف من غيره. لماذا؟ لأن الإنسان شره بحب ما لدى غيره، شره مثلا بأن ينافسه على الجاه، شره بأن ينافسه على المال، شره بأن ينافسه ما يتعلق على الدنيا والحظوة فيها، فيكون في ذلك بغي. ولهذا نقول إن الشريعة إنما جاءت في ذلك وهي ثقيلة. ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه التحذيرات من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الأمر ليس بالهين. لماذا؟ لوجود ضغوطات ممن حوله، ممن حتى من اليهود الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. تعدت الشريعة إلى أن يدخلوا دائرة حكم الإسلام، ولو كان لديهم كتاب منزل محرف كالتوراة أو النصارى كالإنجيل. فنقول ما يتعلق بحكم الله عز وجل إذا تحاكموا إلينا وجب علينا أن نحكم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل في ابتداء الأمر لما أنزل شريعته وحدوده وأحكامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحكم في ابتداء الأمر في المسلمين، وأما بالنسبة لغير المسلمين كان في الخيار. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنت بالخيار، فاحكم بينهم أو اتركهم يتحاكمون إلى كتابه. ولكن بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذا وأنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني يجب عليك أن تحكم بينهم بما أنزل الله، سواء كانت القضية بين يهودي ويهودي تحت مظلة الإسلام وتحت حكمهم، أو بين يهودي ومسلم، أو بين يهودي ونصراني، فإنه يجب أن يكون الحكم من الله سبحانه وتعالى شاملا لهذا. إشارة إلى أن امتداد صلاحية حكم الإسلام ليس لدائرة المسلمين فقط بل لغيرهم، لأن الله عز وجل أنزل كتابه رحمة للأمة وصلاحا واستقاما لحال البشرية، وليس المراد بذلك هو صلاح المسلمين فقط. حكم الله عز وجل يتعدى إلى صلاح البيئة، صلاح الطبيعة، استقامة الأرض من جهة عدم نزول المصائب وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى بين أن الفساد الذي يلحق في البر والبحر فإنما يكون بما كسبت أيدي الناس، كسبت أيديهم بماذا؟ بالانحراف عن أمر الله سبحانه وتعالى. ينزل الله عز وجل عليهم المصائب والهموم والغموم وكذلك الكوارث على اختلاف أنواعها.